السلام. اليوم غنعاود لكم ملي دوزنا راس العام في الكوميساريه وكملناها بالديباناج. القصه ديالي بدات واحد النهار. كنا مقررين انا والعائله الصغيره والكبيره ديالي انه نمشيو ندوزو النهار في الغابه، وكان نهار الحد. حنا مولفين دائما انا واخوتي وخواتاتي وعيالاتهم ورجالهم. المهم كل شيء وبا وامي كنمشيو لواحد الغابه عندنا في المدينه اللي ساكنين فيها. كاينه واحد الغابه كيتجمعوا فيها الناس، كيجيو كيطيبوا، كاين اللي كيطيب، كاين اللي كيجيب معاه الماكله، راكم عارفين. كاين اللي كيجيب معاه الماكله كيف قلت لكم، كاين اللي كيشري الماكله تما، حيت تما كيكون واحد السوق كيبيعوا فيه الحوايج، يبيعوا فيه الماعن، كاينين فيه دوك الالعاب ديال الدراري الصغار، حتى الالعاب ديال الدراري الكبار، كلشي كاين في داك السوق. كاينين الناس كيطيبوا الماكله المغربيه، الطواجن، الرفيسه، كسكسو، الحريره، كلشي كاين في داك السوق. اللي حليتي عليه فمك تلقاه في داك السوق نهار الحد. المهم حنا الطبقه المخمليه كنا مره اولا مره في الشهر، مره في الشهرين، كنتجمعوا كاملين وكنمشيو لداك الغابه. المهم وصل داك نهار الحد اللي غنمشيو، متفقين اننا نمشيو في الصباح بكري. يعني الصباح بكري ديالنا هو 12، هو الوحده، هو الجوج، حيت ما يمكنش نتجمعوا كنجمعوا شي حد حتى كيصدق واحد معطل. وانا من هذوك الواحد اللي معطل. انا اصلا ما كنفيق حتى 12، وهما قال لك بغاو يمشيو مع 9 الصباح. المهم كنفيقوا، شي يلاه كيفيق، شي باغي يدواش، شي باغي يخرج، شي باغي يمشي يتسخر. المهم بحال ما تجمعنا صافي. ناطمي حتى هي كتهز واحد الكفه ديالها. حنا راه معولين نمشيو ناكلو تما، يعني غنشريو الماكله من تم. ولكن انا امي من داك النوع ديال العيالات اللي واخا تكون غادا المائده الرحمن، تكون معروضه للعرس ولا السبوع، خاصها تهز معاها الكفه ديالها ودير فيها الخبز والديسير والماء وهذا الفرماج. والمهم كتقول لك ما تعرف شنو تجيب الوقت. ما عرفناش حنا شنو غتجيب الوقت، واش غنمشيو نحاربوا، واش غنمشيو نجاهدوا في سبيل الله، واش غادي المعركه هرقل، ولا ما عرفتش. المهم هي ديما خاصها قالت لك ما تعرف ما تجيب الوقت، مع العلم انه كاينين الحوانت، كاينين الخضاره، كاينين الجزاره، كلشي كاين. حنا راه ما غاديش نمشيو هذا، نمشيو للصحراء. المهم ما علينا. صافي جمعات امي ديك القفيفه ديالها فيها جميع هادو الاغذيه، المواد الغذائيه اللي عندنا في الدار تديروهم تما. ما كرهاش حتى القزبر والمعدنوس تجمعوهم في ديك الكفه. المهم جمعات البراد، جمعات اتاي، جمعات النعناع، السكر، كلشي قالت لك باش نعمرو اتاي تم. واخا خويا تيقول ليها راه اتاي كاين تما لا هي لا. امي انا من النوع اللي ما تشربش اتاي في الزنقه، وما تشربش اتاي عند الناس الا كان فيه النعناع. امي عندها فوبيا من النعناع. الا دخلت للدار ولقاتني انا عمرت اتاي بالنعناع كتكبو ليا. كتقول لك انا النعناع الا ما غسلتوش بيدي وما نقيتوش ورقه ورقه ما نشربش اتاي ديالو. وفعلا داكشي اللي كاين. المهم فاش تجمعنا كاملين شارجاونا في دوك الطوموبيلات، 3 ديال الطوموبيلات يلاه كيقدونا. ايوا وكنشدوا الطريق وغاديين بالسلامه، وكنركبوا في داك الطوموبيل بحال عمرنا ما شفنا بعضياتنا. شي كيطل من الشرجم، شي كيصور، شي مخرج راسو من الكوفر، شي طالع فوق الطوموبيل. المهم ونبقاو نتشايروا ونتسالموا على بعضياتنا بحال ما عمرنا ما شفنا بعضياتنا. وشي كيتسابق مع شي كيصور، شي شاعل الفلاش. المهم تنديروا الشوها في ديك لوطوروت. المهم وصلنا لديك الغابه عاوتاني باش خاصنا نلقاو البلاصه فين نجلسوا. وباش نلقاو البلاصه فين نجلسوا عاوتاني شي باغي يجلس في الظل، شي باغي يجلس في الشمس، شي باغي يجلس تحت الشجر، شي باغي يجلس حدا السوق، شي باغي قال لك هذوك اللي عندهم الاطفال قال لك بغاو يجلسوا قرابين الالعاب باش يحدوا ولادهم تيلعبوا. المهم كل واحد وهمه، وكلنا في عالم، امي في عالم تاني. وصلنا حطت ديك الكفه ديالها ومشات للسوق. منين كنوصلوا كتمشي للسوق ما كنعاودو نشوفوها حتى كنبغيو نمشيو. ما تتسوقش لينا زعما ولا نتجلاو ليها ولا لا تجلاو ولا دبروا راسكم، كتخلينا حنا نقلبوا عليها. شكون حنا في ملك الله باش هي تقلب علينا ولا تشوفنا واش مشينا ولا بقينا؟ لا حنا خاصنا نبقاو نتمرمدوا ونقلبوا في داك السوق، وكل شيء كيقلب، الصغار والكبار. المهم ما علينا. صافي واحد اختي حتى هي كاينه معانا اللي هي دايره عليها هاد القصه كامله. هادي هاد الاخت ديالي هادي من نوع تاني ما كايناش من هاد العالم اصلا. هاد اختي اللي شافات يقول لنا هاد البنت ما كتشبهش ليكم. دوك البنات اللي اصلا كان خاصها تزاد في شي رياض ولا في شي قصر 5 ايطوال، ولا تكون بنت شي امير قطري، ولا بنت شي هذيك اليزابيث ولا شنو سميتها، هذيك الملكه اليزابيث ديال انجلترا، الله يرحمها مسكينه. المهم جايه للغابه ودايره واحد الطريبيش وواحد المونطو وهزه واحد البوشيت بحال جايه دير الغولف.
ما عرفاش هي بلي جايه الجوطيه وجايه الدخاخن ديال الطياب وشي كيبيع الميكا، شي كيبيع البال، كل واحد اش كيبيع. هي بحال جايه تلعب بالغولف، بحال جايه لدار السلام دير ركوب الخيل. المهم صافي بقينا بعد مشاورات كثيره جلسنا، لقينا اخيرا فين نجلسوا. صافي تما كنتشاروا، شي باغي يلعب، شي مجلي هنا، شي مجلي ليه. المهم صافي انا شويه قلت لهم غادي نمشي نركب في هذاك الكواد. انا بحال عزيره الدوار، فيما نشوف شي موطور ولا شي حاجه عندها محرك خاصني نمشي ليها. صافي مشيت ركبت في هذاك الكواد، ديت معايا واحد ولاد خويا، واحد البراهش، ديتهم معايا حتى هما ركبتهم، درنا في داك الكواد تشبعنا. صافي رجعتو لمولاه، قلت لك اخويا الله يرحم لك الوالدين، شكرا، هكا خويا فلوسك الله يعاونك. مع انا غادا راجعه في حالي وكتبان ليا اختي جايه بحال عود الخزران، جايه ستك 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 ستك. ايوا وديك الطريبيش فيه الفورير وداك المونطو هز داك البوشيط. قالت لك حتى انا بغيت نركب. قلت لها زيدي اش غتركبي، زيدي قدامي، زيدي صدق مقلوبه ولا شي حاجه. قالت لك لا 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 انا غنركب، بغيت نجرب. وتضحك وكاكا فرحانه، تقول غادي تربح كاس الامم الافريقيه ولا اش كيقولوا ليه كاع. المهم وانا نمشي عند داك الدري مول الكواد، قلت ليه عافاك اخويا راه اختي بغات تركب. صافي ركبت في داك الكواد، قالت لك والو صوريني كنديماري، صوريني كنديماري. غديماري ليا البورش ولا المازدا ولا الفيراري. ايوا فعلا كنصور فيها طق 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 طق، نصور نعاود نصور. والدري مزروب بالكواد ديالو حيت كنقرب يظلم الحال ديك الساعه، حيت اصلا حنا ما جيناش بكري. صافي قالت لك والو صوريني، قلت انا نصور ما تصور، صور ما تصور. صافي وهي ديماري ومشات، غير مشات كتبان ليا وسط الطريق، حيت حنا كنضربوا واحد الدوره وتنرجعوا ليه الكواد ديالو. وصلت وسط الطريق وهو يحبس ليها داك الكواد. ايوا تتبان لك اختي من البعيد كتشير. صافي عرفتو حبس ليها. وانا نمشي عند داك الدري، واخويا اجي عتق الروح. واخويا تو كيشير ليا من البعيد وكيضحك. صحابو كنسلم عليه ولا ما عرفت شنو، كنقول له اجي عندك خباره نتايا اجي. مهم جا عندي، هي مالك اختي ياك لاباس؟ قلت لي عافاك اخويا سير اختي وقف لي هذاك الموطور ديالك، سير اخويا ديماري ليها الله يسهل عليك. قال لي لا لا غديماري راه غدور غير هذه. قلت لي خويا هذيك اختي وانا عارفاها، الله يسهل عليك سير ديماري ليها هذاك الزمر، ترجع نمشيو في حالنا، الله يدوز هادشي بخير وعلى خير. حيت فعلا انا اختي الا قلتي ليها البوله شعلي ليها الضو ديالها ما تعرفش منين، الا ما وريتيهاش منين. قلت ليه عافاك اخويا سير. صافي فعلا مشى تيجري مسكين، تيجري توصل ديماري ليها داك الكواد. صافي ومشات كملات الدوره ديالها ورجعات. ايوا صافي رجعات فرحانه وكتضحك وكترعد، ها ويلي اكسبيريونس زوينه والله، لا اكسبيريونس رائعه جدا. قلت لها اكسبيريونس، زيدي اكسبيريونس، زيد قدامي راه ظلام الحال، واش نعقلوا على بلاصتنا ولا لا؟ وفعلا مشينا تنهمصوا في دوك الحفاري بالليل وظلام الحال، والناس مشاو في حالهم، واللي شاعل شي عافيه طفاها، ما بقى تيبان لينا والو. صافي وصلنا عندهم، تيبان لك خويا شاعل العافيه وحط فوق منه واحد البره ديال اتاي. لا حكا غنشربوا اتاي. هو يجيب با ويقول ليه جمع لي داكشي لا نرجعوا في حالنا. ديما بات هو داك الشخص اللي كنكونوا حنا مستمتعين وتيجي يخسر لك المتعه، واخا ما كانت لا متعه لا والو. المهم قال لي خويا لا لا با خلينا نشربوا اتاي مشحر بالعواد وهذه. قال لي هز داك البراد وزيد قدامي، ما كاين لا العواد لا الاخشاب، زيد قدامي. ايوا فعلا داكشي اللي كان هزينا داك البراد هكاك مشحر، ايوا هزينو في الطوموبيل. ما خفنا يتكب علينا، ما خفنا يتكب على البراشي يسلقهم، ما خفنا والو، ما كنحشمو ما نرمشو. المهم رجعنا تاني في ديك لوطوروت بحال الاول، بحال ما عمرنا ما شفنا بعضياتنا. كان كلاكسوني واحد الشوهه واحد الحاله، كان كلاكسوني على راسنا، شي كيكلاكسوني على شي كيصور شي، وهازين التليفونات ونصوروا في بعضياتنا بحال تريك الهبل، بحال تريك الحماق. ايوا خوتي وصلنا للدار ودخلنا لواحد الصاله تجمعنا فيها كاملين، وحطينا داك البراد المشحر اللي عمر حموم بالعافيه ديال دوك العواد، هكاك حاطينه بالحموم ديالو فوق الطبله. ما مسحنا حتى المسيح، ما مسالينش حنايا. خويا قالك بغى يشرب اتاي مشحر بالعواد. ايوا ما عرف كاع اش طاح فيه، واش الدبان ولا داك الصرصور اللي كيكون في الليل تما ولا ما عرفت. المهم صافي انا مشيت لواحد البيت جالسه حتى شويه، دخلت عليا عود الخزران ديال اختي مولا الطربوش والفورير. فلانه انا اختي غير كتعيط ليا بديك الطريقه، تنعرف انه انا درت شي مصيبه ولا انا وهي طيح عليا شي باطل. المهم فلانه قلت لها نعم اعود الخزران. نعم اختي ياك لاباس؟ قالت لي فين هو البوشيت ديالي؟ وانا نهز راسي وانا نرجع الذاكره ديالي 50 سنه للوراء.
امتى قصت البوشيط ديالها، حيت انا اختي تشوفك غير قصتي شي حاجه ديالها، غير قصتيها ولا غدزتي من حداها وتجلي هذيك الحاجه عفوا، غادي تقول لك انت جليتيها، انت هرستيها. وفعلا انا عندي فوبيا من اي حاجه كتعلق باختي، حوايجها، تليفونها، مكياجها، صبابطها، حوايجها، المهم كل شيء. حيت اين فوا كتعطيك، انا سبحان الله العظيم فيا شي لعنه من عند اختي. اين فوا كنلبس شي حاجه ديالها ولا تصور حوايجي كنلبسهم ونمشي نتمرمد بهم في الزناقي ونرجع ما كيوقع لهم والو. حوايجها مع كنلبسهم ما كطرى لهم شي حاجه، يتقطر فيهم الفون دو تان، يتقطر فيهم جافيل، ومنين تيجي داك جافيل الله اعلم يتقطعوا ليا. المهم طرى لهم شي حاجه. وحتى المكياج ديالها ولا حوايجها كلشي اي حاجه ديالها كنقيسها سبحان الله العظيم، كنخسرها ولا ندير فيها شي حاجه، ما عرفتش واش هذاك خوف منها ولا ما عرفتش. صافي لدرجه صافي وليت انا كنتفادى نقيس ليها شي حاجه ديالها ولا نقرب ليها كاع. صافي المهم هذه غير باش نشرح لكم علاش انايا خفت منين جات عندي قالت لي فين البوشيط ديالي. وبقيت كنفكر امتى انا قصت البوشيط ديالها ورجعت الذاكره ديالي، ولقيت انه الحمد لله هذيك البوشيط ديالها عمري ما قصتها ولا قاصتني من يامات الاستعمار. اصلا ديك البوشيط ديالي ودارت عليها كوغطاتها ليا وخداتها ولات ديالها، هي الحاجه اللي عطيتيها لها غير تسلفيها عليها كتولي ديالها، ولا بغيتي انت تعاودي تسلفيها عندها واخا هي ديالك والله لا شفتيها ولا شفتيها ديالها هذيك البوشيط ولات. المهم هضرت بزاف واقيلا ياك، ماشي مشكل باش نشرح لكم حيت قلبي عامر. ايوا وقالت لي البوشيط ديالي، قلت لها انا ما شفتهاش والحمد لله انني ما شفتها، ما قصتها، ما قربت ليها. قالت لي ما يمكنش نتيا عطيتها لك نتيا. وانا نوقف وهزيت يدي للفوق وكنقول استسلم سيدي القاضي. صافي انا مشيت داتني اختي عند القاضي ودعاتني. اختي من داك النوع اللي تقدر تدعيك على حوايجها، ما عندهاش مشكل، ما كتعرف لا اخوه لا ابوه. قلت لها اقسم بالله قسما عظما مي وامي وابا والله ما شفت ولا شفت، اقسم بالله وكنحلف ونرد لقلبي. كتقولي انتي هكا بكل ثقه في النفس كتشير ليا، انتي عطيتك البوشيط ديالي فاش بغيت نركب في الكواد وفاش رجعنا ما عطيتيش ليا. وانا تنقول يا ربي اشهد الباطل، اشهد الباطل وسعدات المظلوم، ولا ما سعداتوش كاع، اش من سعداتو مسكين المظلوم تطيح فوق منه، هذاك كيطيح عليه داك الباطل بحال شي عجاجه ولا شي مصيبه كحله. وانا تنحلف ونرد لقلبي وما شفتو ما ريتو. ايوا وانا نتفكر داك الوقت فاش بديت كنصور، حيت انا دايره بحال شي هذا كاميرامان، كلشي تنصور وكلشي تلقاه عندي في التليفون. المهم وانا هز التليفون ديالي وكنشوف البلايص اللي صورتها. هاني صورتك هنا فاش يلا وصلنا للغابه، ها هو البوشيط عندك. هاني صورت خويا وانتي جالسه حداه، راه هو البوشيط جالس حتى هو معاكم. هاني صورت البراهش تينقزوا، راه انتي كتباني لهي هزه البوشيط. المهم غادا كنقلب دوك التصاور وتابعه داك البوشيط في دوك التصاور بحال داكشي ديال علم الجريمه، حسيت براسي بحال المحقق كونان. المهم بقيت كنقلب في دوك التصاور والفيديوهات حتى وصلت للحظه فين جات عندي قالت لي بغات تركب في الكواد، وصورتها عقلته وكنحمد الله وكنشكره على انه بقيت كنصور فيها. وفعلا هذوك التصاور فاش بقيت كنصورها في الكواد هي جالسه في الكواد والبوشيط حطها قدامها، وبما ان هذيك غير بوشيط ما عندهاش يدين لا والو حطتها غير قدامها. وكنتفكروا انها فاش وقف لي هذاك الكواد في ديك البلاصه عقلته ياك تما، قلت لها صافي طاح لك تم. حيت هي فعلا فاش رجعت عندي عاوتاني فاش هبطت من الكواد وجات كتقول لي اكسبيريونس زوينه وداكشي، انا بقيت دايره لها واحد الفيديو جايه من بعيد، حيت انا اختي هي الموناليزا فيما درت نبدا نصور فيها. المهم فعلا كانت جايه وما هزه في يديها والو. يعني اخر مره شفنا فيها البوشيط هي فاش ركبت في الكواد والمره اللي وراها ما كانتش هزه، يعني صافي عرفنا فين طاح ليها زعما. صافي انا فرحت، كنفرح من الداخل، واخا انا زعما كنبين ليها باللي بقات فيا وهذا، ولكن فرحت من الداخل انه الحمد لله ما بقيتش انا هي المتهمه في المحكمه. حيت انا كنت حاسه براسي غدا غادي نوقف قدام القاضي وغادي نتواجه مع اختي على ود البوشيط ديالها. صافي عرفت انه داك البوشيط طاح ليها في الغابه، والبوشيط فيه واحد التليفون ديالها، عندها جوج. هذاك التليفون اللي عندها في البوشيط هو اللي فيه الخدمه ديالها والقرايه ديالها وكل شيء، وفيه البسطام ديالها، فيه لي كارت ديالها وشي فلوس. صافي بقات كتندب في حنوكها وتحمر وتزرق وحجبانها كيحماروا وحناكها كيحماروا. ايوا صافي قالت لهم والو دابا غادي تنوضوا، كان 12 ديال الليل، دابا غادي تنوضوا نمشيو نقلبوا على البوشيط ديالي. اختي من داك النوع اللي قلت لكم حاجتها واخا تكون برا طاحت ليها في الصحراء غترجع ليها باش تجيبها.
مع الساك البسطام فيه التليفون وفيه الورق ديالها ولا كارت وداك الشيء. فعلا ناضوا خويا وراجل اختي وداك الشيء كامل، المهم الرجال اللي كاينين في الدار كلهم ناضوا، قال لك نمشيو صافي. ما خلاوناش زعما حنا العيالات نمشيو، زعما راكم عارفين الرجوله منذ الطفوله الليل دابا، وهذا نمشيو غير حنا. صافي مشاو تجمعوا، مشاو قال لك تيقلبوا في ديك الغابه، كنتسناو ساعه ساعتين ثلاثه السوايع، ها هما جاو ما لقاو والو. ايوا انا نقز قلت لهم كي درتو كتقلبوا؟ ما يمكنش. قلبتوا البلاصه اللي قلت لكم؟ قال لك قلبنا ودرنا الدو ديال الطوموبيل، وبقينا كنقول لهم ويلي شموتيت، هذاك هو التقلاب الدو ديال الطوموبيل. هكا غتهبطوا من الطوموبيل وتبداو تقلبوا تهزوا شي عود وتبقاو تحركوا في داك التراب هذا، حيت كانت صبات الشتا ديك الليله. دونك داك التراب غادي يكون طاح فوق اولات داك البسطام، زعما راه بحال غيتغرس تحت داك التراب والغيس. ايوا بداو تحركوا وديروا فعلوا، وانا زعما هي الفاهمه فيهم، ويلي هذاك هو التقلاب. ايوا صافي وانا ندور عند اختي قلت لها شوفي عود الخزران ما يبقاش فيك الحال اويلي، وهي معصبه ومفقوصه. وتندور عندها انا وتنقول لها فلانه، ايوا يبقى ها العمر. وكنضحك وكنتنمر عليها وهي باغا تفقس وباغا تاكلني، وتتقول لها وامي قولي هاد بنت الحرام هادي قولها تسكت ولا غنوض نتفها ولا غندير ليها. كتقول لي امي سكتي زكي على اختك، خلي اختك راه معصبها. ايوا تنقول لها وامي راه يبقى ها العمر. هو كنبدا نتنمر عليها ونضحك عليها. صافي قلت لها شوفي ها انت اختي ما يبقاش فيك الحال، غدا غنفيقوا مع 8 الصباح نمشيو، انا غنمشي معاك ونحفر بيدي وبرجلي حتى نلقى لك بسطامك، وإلا ما لقيتوش لك انا ما نتسماش. قالت لي بصح اختي؟ قلت لها والله غدا نفيقوا مع 8 الصباح نمشيو لديك الغابه قبل ما جا ليها حتى شي حد، الحلوف باقي ما كيدورش فيها. قالت لي صافي فعلا مشينا نعسنا، انا اصلا ما كنعش بكري، ما نعست حتى 4 ولا 5 الصباح. ايوا فعلا ناضت اختي مع 8 اولا مع 7:30 اصلا ناضت، وصلت ديك 8 وجات كتفيق فيا، فلانه كنقول لها كتقول لي فلانه نوضي يلا راه مشى الحال، نوضي تلبسي حوايجك دغيا، نوضي لوحي عليك غير المونطو ديالك اصلا ما شافك حد. كنقول لها انا مريضه خليني ما قاداش نوض. وانا قاتلني غير العجز وقاتلني النعاس حيت ما نعستش. كتقول لي نوضي من الحرام نوضي، واش باغا تفقسيني كيفاش مريضه؟ ما لقيتي امتى تمرضي؟ نوضي. وانا كنقول لها لا وخليني انا مريضه عافاك غير سير ولا ما قداش، وكنبقى نتبع حتى نقول زعما راني مريضه وانا قاتلني النعاس وما نوضش ديك الساعه. عرفتي تقولي لي ما عرفت يكون انا بسطامي اللي تجلاو فلوسي ولي كارت ديالي وما نوضش ليهم داك الوقت، الله يسامح الله يسهل فيهم، نصايب وراق اخرين ونشري تليفون اخر وما نوضش انا مع داك الوقت ونسمح في النعاس. ايوا تتجي عاوتاني عندي نوضي الله يعطيك الستر نوضي عافاك نوضي. كنقول لها خليني عافاك والو واش حشمت ولا بغيت نوض. قالت لي واخا يا بنت الحرام عقلي فيها الا بقات فيك ها وجهي البارح جالسه انا غنوض ونحفر ونكش وندير ونفعل ونترك، ودابا ما في اللي نوض. ايوا الا بقات فيك ها وجهي ونوض الله يسهل عليك نوضي. المهم ما عرفت واش تعايرني ولا تطلبني، ما خلات ما دارت، وفي الاخر ما نضتش اكيد ما غاديش نوض. صافي مشات ركبت في الطوموبيل حتى هي امي ومرت خويا مشاو غير بوحدهم بثلاثه. صافي مشاو تيدوروا في ديك الغابه تشبعوا ورجعوا ما لقاو والو. صافي شنو غدير ما دير، خاصها ترجع لا كارت ناسيونال ديالها وداك الشيء، خاصها اولا تمشي دير ديكلاراسيون ديال زعما بانها تجلى ليها داك الشيء ديالها. صافي مشات عند البوليس اللي حدانا، قالوا لها فين تجلى لك هادشي؟ قالت لهم في قعر الهامور. قال لها لا فلانه خاصك تمشي حتى لهاد البلاصه هادي، حتى الاربع سوق الاربع. المهم هاد البلاصه ما سميتهاش سوق الاربع، ما قال لي راسي وصافي. صافي ناضت عاوتاني اختي مشات لهاديك البلاصه، قالوا ليها لا راه خاصكي تمشي للبشويه ولا شنو هو داكشي ما فهمتش، الجندرم حيت ديك البلاصه جات خارج المدينه صافي محسوبه على الجندرم. صافي رجعت اختي للدار. صافي كان ديك النهار راس العام. ايوا هي تقول لي انا وكان معنا ولد اختي، واحد ولد اختي طويل بحال الشطابه وداير داك الراس ديال عرفتو داك الشعر الكيرلي كيقولوا هما ديال بيست فريند. المهم تيولي يبان بحال ديك الشطابه اللي كتكون عندكم دوزات عندكم 20 عام، تتولي ديك الشطابه عندها شعر كيرلي. ايوا بحال هكاك داير داك ولد اختي. صافي ركب معانا في ديك الطوموبيل ديال اختي وغاديين وراس العام، واختي عاوتاني غادا بداك الطربوش ديالها اللي فيه الفورير وداك سميتو. صافي وصلنا لهديك البشويه ولا الدرك الملكي ما عرفتش كاع شنو هو داك الشيء، تظلم الحال. كانت ديك الساعه 9 الليل. صافي وصلنا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوا قلت اختي كتنحط
وكتعاود ليهم قصه حياتها شنو طرا ليها. ايوا مشينا وشعلنا العافيه وركبت في الكواد وهبطت من الكواد وطلعت. كيقول لا لا لا، تلقينا قولي لينا شنو عندك، ما قلتلكش انا عاودي لي قصه حياتك. ايوا جلست انا كي 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 كي, كي كنضحك عليها زعما، هو يدير فيا واحد الشوفه زعما حشمي على عراضك. ايوا فعلا حشبت على عرضي وسديت رماتي الشاف عاش الدرك الملكي من طنجة القويره. المهم عاودت لي اختي قال لها دابا حنا راه ما عندنا ما نديرو ليك، غتسناي بحالك بحال الناس، غديري ديكلاراسيون دو بيرت وغادي تسناي، الا بان راه غيبان، الا ما بانش طلع اليابان. هذه من باب الدعابه فقط. المهم قالت لي اختي لا ما يمكنش، خاصكم ديروا تجبدوا لي التليفون ديالي بالجي بي اس وانا غنعطيكم الكود ديال التليفون وهذه وهذه. المهم هاد اختي قلت لكم راه جايه من واحد العالم ما كاينش، الناس كيتسرقوا لهم الاجهزه الباهظه الثمن وداكشي داخله فيه الانتربول والمافيا وهذا، وما تيحركوش عليهم هاد الشيء. وهي قالت لك على ود تليفونها، الا شفتوا داك التليفون غادي تحشموا بلاصتها، الا البوليس لقاو داك التليفون غادي يهزوه يعطيوه ليها للراس. وهي قالت لهم لا، غادي تحركوا الاسطول البحري والجوي وتحركوا الجي بي اس ديال العالم باش تلقاو ليها التليفون ديالها. قالت لهم راه غتطلعوا النازا غتلقاو واحد هذاك الساتيليت الاقمار الصناعيه وتحركوا داكشي كامل باش تجبدوا لي التليفون ديالي. التليفون اصلا فينا هو غيكون طفاوك ليه الدود في داك الغيس تحت داك الغيس. ايوا صافي قال لها دابا راه ما عندك ما ديري، الا بغيتي انه نخدموا زعما هادشي ديال الجي بي اس والشرطه الالكترونيه وهذا، خاصك ديري واحد البلاغ ولا ما عرفتش داكشي وطلعي للرباط، ومن الرباط تمشي للكازا والوكيل الملك وداكشي. المهم شي تخربيق ابا زعما يسكتها وداكشي يجيها ثقيل ايوا وترجع في حالها. المهم تراجع على هذا ديالها، ولكن اختي من النوع اللي ما كيستسلمش. قلت لكم هي برا الا تجات لها في الصحراء ما غاديش تسمح فيها. صافي وحنا نوضو خرجنا من ديك البشويه فاقدين الامال. صافي قلت لها شوف اختي، وهي تشوف فيا ونقول لها ايوا يبقى ها العمر، وهي تهز يداتها هزاتها وهي تجرني مشاعري. قالت لي يا بنت الحرام سكتي ولا غادي نتفك قدام هاد الناس، زيد قدامي ولا نخلي والديك في هاد الليل. وبصح ديك البلاصه مظلمه راه حدا ديك الغابه اللي كنا فيها كاين غير الغابه والسما وديك البشويه اللي شعل فيها الضوء ولا شنو سميتو الدرك الملكي عاش الملك. صافي ركبنا عاوتاني في ديك الطوموبيل ديال اختي حنا وداك ولد اختي اللي ما فاهم والو في الحياه، وكاس كيقول لك شعلوا لي الموسيقى، ديروا لي داك لانكوني، ديروا لي داك حليوه وداك الشيء باغي تصنت للراب. واختي معصبه قالت لي غتسكتنا حتى انت ولا غنهبط والديك هنا نحلوا حك هنا حتى اللي بقيتي ليا. قلت ليه اسكت المسخوط اسكت خليها غير توصلنا للدار بعدا من صحاح، وديك الساعه تصنت اللي بغيتي، دابا خلينا نتصنتو غير عظامنا. ايوا حنا غاديين في ديك لوطوروت وصلنا بالضبط حدا الغابه اللي تجلا فيها البسطام اولا البوشيط. ايوا هي دير ديك الطوموبيل زطن وهي توقف، قالت لينا هنا نكرم هنا ما نتحرك. ايوا وقفت ديك الطوموبيل، انا كنشوف على يميني كنلقى الظلام وتنشوف على يساري كنلقى الظلام. وسط لوطوروت وقفت بين الطوموبيل، اش هاد الشموتيت واش هاد الحاله واش هاد اللعنه تبعنا، وهذا راس العام والناس محتفلين. ايوا ناضت عاوتاني عود الخزران اشنو ندير ما تندير، هي ما تتفهم في الطوموبيلات والو، انا اكثر منها وداك الراجل اللي جايبين معنا حتى هو هذا كثار منا بجوج. ايوا وهي تعيط لواحد الميكانيك كتعرفوا زعما اللي كدير ليه طوموبيلتها، الو سي محمد عافاك راه طوموبيلتي وقفات وما عرفتش مالها. كيقول لها شرحي لي شنو تيبان لك في ديك البلاصه ديك الزاجه اللي كتكون قدام الفولو ما عرفتش سميتها. المهم داك الطابلو ايوا تتشرح ليه وتتعطيه شي شروحات ما كاينينش لا في الفيزيك لا في الكيمياء لا في السيونس، شي شروحات كتفهمهم غيا. تيقول لها لا قولي لي واش هاد ديال المازوت هادي في الاخر ما عرفت شنو، ما عقلت صراحه شنو كان المشكل. المهم الطوموبيل وقفات. صافي قال لها والو خاصك تعيطي للديباناج. انا غير سمعت الديباناج ونقول لها كوك 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 كوك. صافي الديباناج اللي عمرنا ما ركبنا فيه غنركبوا فيه اليوم. صافي ويدور عندي عاوتاني وتقول لي انت السبب، واش انا اللي كنت سايقه، واش الطوموبيل ديالي، واش البسطام ديالي، واش الصاك ديالي، واش انا البشويه خدامه فيها، واش انا اللي هزيت الدرك الملكي حطيته في داك القنت، ما عرفتش انا علاش السبب. المهم هي خاصها انا نكون السبب في شي حاجه باش اللومه ما طيحش عليها هي وصافي. المهم انا كيف قلت لكم انا سديت فمي وديتها في سوق راسي لا دير فيا شي جريمه في ديك الغابه وما يسيق لي حد الخبار. صافي سكت شويه. الدرك الملكي كنبانوا ليهم واقفين من بعيد حيت حنا رفتناهم غير بشويه ووقفات بين الطوموبيل. ايوا تيبان لك جايين بطوموبيلتهم وحنا مخلوعين. كلا صافي بنت الحرام اليوم غيشدونا، اليوم غادي نباتوا في هذاك البيت اللي كتكون عندهم تما السيلون. قلت لها صافي السيلون ما عمرنا ما شفناه، اليوم غادي نشوفوه، اليوم غادي ندوزو راس العام وغادي نطفيو الشمع ديال السنه الجديده في السيلون. صافي وجايين هما كيقربوا حنا مخلوعين. صافي هبطوا من الطوموبيله ديالهم
صافي جايين ودايرين داك البيل وكيشير دايرين البيل علينا. صافي وحنا مخلوعين مكمشين ويجيو والسلام عليكم. عليكم السلام، مالكم ياك لاباس؟ علاش واقفين هنا؟ صحابهم غير حنا باغيين نتلاقاو بشي حد ولا باغيين نبيعوا شي حاجه من راكم عارفين راس العام اش كيتباع فيه. ايوا هي تبان لهم داك قطيب الخزران عاوتاني كدور في عويناتها وكتضحك بحال ما كاينش في هذا العالم. هما راه كيهضروا معاها بالمعقول وهي تضحك. ما كايناش، قلت لكم هي كاع في هذا العالم. هي تقول لي راه وقفت بين الطوموبيل ما عرفت مالها. هي تقول لي اجي عافاك شوف مالها. وشوفوا الدساره والهبل والحماق. قلت لكم راه كتهضر معاه بحال شي واحد خوها ولا صديقها ولا خدام معاها ولا شي حاجه، بحال كتهضر معاه وسط الدرب. وانا كنحترم الشاف وكنحترم البوليس والقوات المساعده وكل شيء، ما تنهزش فيهم الراس. وهي تتقول لي هكاك وانا تندور في عينيا. ايوا فعلا طلع لديك الطوموبيل بغا يديماري ما بغاش ديماري ليه. قال لي راه والو خاصك دابا ديباناج. ايوا وناض واحد كيقلب في الطوموبيل وتيبقشش، بانوا ليه شي شكاير شي تخربيق. تيشوف زعما ياك ما هازين معنا دوك القريعات وداك الشيء، زعما داك الشيء اللي بقى لينا حنايا. ايوا صافي وتيشوفوا في داك ولد اختي هو راه عنده غير 17 عام وتيبان بحال عنده 30 عام بداك الشعر وبديك الطوله. هو راه فيه غير داك الشعر والطوله، اما راه والو الله يجيب. ايوا تيشوفوا فيه شكون انت؟ ما انت هذا اختي وهذا هذه اختي وهذا. المهم هي بقات كتشرح ليهم هذه اختي وهذا ولد اختي وكتجمع معاهم وتتعاود ليهم. وهاد القصه كامله اللي عاودت لكم انا عاودتها لهم من الاول. وتا هما صراحه مساكن شدوا ليها الخاطر وما بغاوش يعقدوها. بقات فيهم والله الا عاودت ليهم القصه من نهار خرجنا من الدار ونهار هزات امي القفه ودرت فيها اتاي والخبز والماء والفرماج وداك الشيء حتى وصلنا حنا لديك الحاله. وهما بقاو كيسمعوا ليها. صافي في هذا الوقت هي كانت عيطات للديباناج. ايوا صافي ها هو جا واحد مول الديباناج، وهداك الديباناج القدام حداه كاينين جوج بلايص. صافي قالت لينا عرفتوا شنو؟ تركبوا نتوما حداه، انا وولد اختي نركبوا حداه وهي تبقى راكبه في طوموبيلتها والديباناج غيطلعها فوق داك الديباناج وهي تبقى راكبه في طوموبيلتها. داكشي بحال العماريه. ايوا صافي وحنا راجعين في الطريق وانا كنبقى ندور ونضحك عليها ونتنمر عليها حيت كتبان ليا ملي تندور وجهي كاينه تما واحد الزاجه تيبان لك اللورو. كتبان ليا هي جالسه في ديك الطوموبيل وكتحسر وانا تنضحك عليها. ايوا مره تنصوني عليها ونبقى نضحك عليها وهي معصبه. ما حيلتها البوشيت ديالها، ما حيلتها الطوموبيل اللي خسرات. ايوا شويه قربنا لواحد البلاصه كناخذوا منها واحد السباغيتي. انا ديك السباغيتي كتحمقني وكتسطيني، ما عرفت كاع اش كيديروا ليا فيها. المهم قربنا وانا نعيط ليها قلت لها الو اختي الغزاله. قلت لها واش تبغي نقول لمول ديباناج يحطنا حدا هذاك الريستور ناخذوا سباغيتي في خويدو لا ميغ. هي تقول لي بنت الحرام والهيشه والبقره واش الناس واش حنا كنموتوا وانتي تتقولي لي سباغيتي؟ واش ديباناج كامل حنا غنوقفوه باش نتيا تاخدي سباغيتي؟ هاوي عباد الله واش انتي؟ ايوا هي تقطع عليا. ايوا بقينا غاديين وانا فعلا بديت كنتشهى هذيك سباغيتي في خويدو لا ميغ. صافي وانا نعاود نعيط ليها وانا نقول لها بغيتي نتيا سباغيتي في خويدو لا ميغ صوص بلونش ولا صوص طوماط؟ هي تقول لي والله ما تسكتي حتى نهبط لك وندير لك ونفعل لك. يا بنت الحرام يا الهيشه واش حنا كنموتوا وانا حالتي حاله وهذا وانتي باغا تاكلي؟ واش من نيتك غتوقفي الديباناج كامل وسط الطريق باش انتي تهبطي تجيبي سباغيتي وبقى هو يتسنى فيك؟ لا 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 ما غيتسنانيش، انا غسيرو انا نجي في الطاكسي. قالت لي والله ما تسكتي وتحشمي على اعراضك وتمرقي تنتفاهم معاك. زيدي. ايوا صافي انا كملتها وبقيت مشهيه دوك سباغيتي في خويدو لا ميغ. صافي مشينا في حالنا وصلنا للدار. صافي هذاك الديباناج دا ليها الطوموبيل حطها لها حدا الدار. صافي بقات هي حتى الصباح. جا هذاك الميكانيك دا ليها الطوموبيل فين غيصايبها. صافي دازت واحد يومين بالضبط وانا كنتنمر على ديك اختي وتنقول لها ايوا يبقاها العمر. ايوا فعلا يبقاها العمر، فيما جات تجي تبقى غير الصحه والعمر. الحمد لله الايمان في القلب. ايوا صافي دازت واحد يومين قلت لكم كنا جالسين تنفطروا حتى تليفونها كيصوني تين 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 تين. الو وكنسمعوا الصوت ديال واحد الشاب. الو السلام عليكم اختي، راه لقيت واحد التليفون واحد البسطام في الغابه. ايوا وكتبان لكم اختي طلعت فوق السداري وتتنقز وفرحانه وما قدها فرحه. تنقول لها مالكي يا مالكي كتستغوتي تتنقزي؟ واشنو واش ربحتي شي ورقه في اليانصيب ولا شي حاجه ولا اش واقع معك راس العام؟ ايوا وحنا كيف قلت لكم راه دوزنا راس العام فوق الديباناج وصلنا للدار مع 12 قد. ايوا ونرجعوا قلت لك لذاك النهار.
صافي بقات كتنقز وفرحانه. فاش قطعات قالت لي راه واحد داك الدري اللي عنده دوك الكواد راه لقى لي البسطام ديالي. وانا نقول لها كيفاش منين جاب نمرتك اختي هاد السيد؟ واش شعل التليفون؟ واش شنو دار؟ قالت لك لا حكا لقى النمره، حيت هي داك التليفون اللي كاين في البوشيط كان واحد المره خسر ليها اصلا، حيت خسر ليها داكشي عشان تليفون جديد. كان واحد المره خسر ليها، وفاش داتو عند مول التليفونات لصق فيه واحد الورقه اللور وقيد فيها النمره ديالها، زعما باش منين يصايبوا يعيط ليها. راكم عارفين هاد القضيه كيديروها مالين تليفونات. ايوا هي فاش جابته مع اختي قلت لكم معكازه وما كلشي كيبقى في بلاصتو، حتى حاجه ما كتغيرها من بلاصتها، بقات ديك الورقه لاصقه في التليفون. وسبحان الله هي اللي لقى داك الدري مسكين وعيط ليها. وسبحان الله راه كاينين ولاد الناس، راه ماشي كاع الناس خايبين. لقى مسكين التليفون وهداك البوشيط قلت لكم فيها الفلوس وفيها لي كارت ديالها وفيها التليفون، واخا هكاك عيط ليها وهذا. ايوا صافي اختي فرحات ومشات جابت داك البوشيط ديالها وفرحات وفرحنا وتهنينا كاملين وتهنات القبيله الحمد لله. وانا ما بقاش طايح عليا الباطل، حيت واخا هي اللي طيحاتو انا هي السبب، حيت كل شيء انا هي السبب. ومازال نعاود لكم القصص ديالي على الباطل اللي طيحات عليا اختي ورجعتني السبب في بزاف ديال الحوايج ديالها هي، وانا كنولي هي السبب فيهم. لدرجه ان اختي بعض المرات كتبغي تاخذ الراي ديالي بالعاني باش ديك الحاجه الا صدقات ليها راه صدقات، الا ما صدقاتش راه انا السبب حيت الراي ديالي. لدرجه انه دابا ولات فاش كتبغي تاخذ الراي ديالي شي حاجه يلا تنبغي نعطيها الراي ديالي وكنتفكر اشنو غدير ليا الا ديك الحاجه ما صدقاتش ليها. وتنقول لها اختي ذنوبك على راسك وعومي بحرك، ديري اللي عجبك، انا خرجيني من هذا السوق، انا بعيده كل البعد عن حياتك وعن مستقبلك. ايوا هذه كانت هي قصتي. نهار دوزنا راس العام في الكوميساريه وكملناها بالديباناج. ايوا قصتي مع اختي اللي تجلى ليها البوشيت ديالها والحمد لله لقاتو، وهذه كانت نهايه سعيده. وهكا نكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو ليا كومونتير، ديروا لايك للفيديو، تشتركوا الا كنتو ما مشتركين. شو كنتمنى تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع صحابكم وصحاباتكم باش هكا نكبروا لاشين ديالنا، وان شاء الله نحطوا فيديوهات اكثر. وكما العاده اللي عندها قصص للعبره او للضحك انا كنخلي لكم الانستغرام والتيك توك ديالي لتحت في صندوق الوصف، صيفطوا لي تما وتهلاو فراسكم بسلامه.